إخواني، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناتكم توقعات كورة. اليوم غادي نحاولوا نعطيكم التشكيلات المحتملة يدخل بها المنتخب المغربي ضد المنتخب البرازيل. قبل ذلك غادي نشوفوا نتائج آخر 5 مباريات أجراها كل منتخب المغربي والبرازيلي. المنتخب البرازيلي لعب 5 مباريات، تعادل في الأولى ضد المنتخب العربي تونس، وانهزم في المباراة الثانية ضد فرنسا بنتيجة 2-1. فاز في المباراة الثالثة ب3-1 ضد المنتخب الكرواتي، وفاز في المباراة الرابعة ضد منتخب بنما بنتيجة عريضة 6-2، كما فاز على المنتخب المصري بنتيجة 2-1. أما بالنسبة للمنتخب المغربي، تعادل في المباراة الأولى ضد منتخب الإكوادور، كما فاز في المباراة الثانية ضد الباراغواي بنتيجة 2-1، وفاز في المباراة الثالثة ضد منتخب بوروندي بنتيجة 5-0، وفاز في الرابعة ضد منتخب مدغشقر بنتيجة 4-0، وفي المباراة الأخيرة تعادل بنتيجة 1-1 ضد منتخب النرويج. أما بالنسبة للتشكيلات المتوقعة اللي يدخل بها المنتخب المغربي، فهي التشكيلة الأولى هي نفس التشكيلة التي لعب بها ضد منتخب النرويج، مع تعويض الزلزولي بشمس الدين الطالبي. والتشكيلة الثانية يرجع السباري مكان الزلزولي، واللاعب أيوب الكعبي كرأس حربة صريح. وانتم اش بان لكم؟ خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ما تنسوناش بالإعجاب والاشتراك في القناة، وشكرا.